اللي جرى في الشركه النهارده؟ ايه الحكايه؟ ايه في يا صفاء مالك؟ بعد ما وديت اذونات الصرف للمهندس طلعت أيوه. ورايح اعتمد اذونات المرتجع من الحاج يقوم خضير يقول لي ممنوع. اقول له ممنوع ليه؟ يقول لي ما اعرفش، اهو ممنوع دخول اي حد دلوقتي. من امتى الكلام ده؟ يقول لي من النهارده. اتنرفزت عليه وكنت هتخانق معاه لولا نجوى حشتني. معلش روقي دمك، معلش. انا عمل معايا كده انا كمان. ايه؟ عمل معاك انت كمان كده؟ انا كمان، هو انا على راسي ريشه؟ اوامر عليه وبينفذها. بينفذها عليك انت؟ ايوه عليا انا، مش موظف زي بقيه الموظفين. لا طبعا، انت حاجه تانية. ده انت اللي باني الشركه دي طوبه طوبه. طب يا ست الله يكرمك. ده الحاج عبد الفضيل صاحبها ما يعرفش الشغل رايح فين ولا جاي منين زي ما انت عارف. ايوه، كلي عقلي بقى، كلي عقلي عشان لما تغلطي تتقور عليا انا بقى في التصليح والمراجعه. المقايستين بتوع امبارح يا ست صفاء فيهم غلطه تستاهل عليها خرزنتين. انا اسفه يا بابا عبده، اصل بقالي كام يوم كده مش في حاله كويسه، حاسه باكتئاب ومش. ما انت السبب، قلت لك فكيها بقى بابا احنا قلنا ايه؟ مش اتفقنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني؟ خلاص خليكي في الاكتئاب بتاعك ده على طول. بس يا ريت بقى تستأذني من الاكتئاب بتاعك ده النهارده عشان عندنا عزومه في فرايحي، ولا تلاقي بقى الاكتئاب طلسم على نافوخك نساكي. لا كله الا المناسبه دي. كل سنه وعفاف طيبه وانت طيب، ويا رب يا رب يخليك لينا كلنا. شفت الايام بتجري ازاي يا صفاء؟ يا سلام، عفاف انت اول امبارح اللي كانت قد كده بقى عندها دلوقتي 21 سنه. ايه مشوار طويل سرق عمر الواحد من غير ما يحس. تصور فاكراها زي ما تكون النهارده. كان بقالي اسبوع متعينه معاك في المكتب وفي يوم غبت الكل اتخض وسأل عليك. مش بعاده بابا عبده يغيب، لكن لما عرفوا ان عفاف خدت القبول الكل فرح عشان عارفين انت قد ايه بتحبها. ما انت عارفه بقى انها اخر العنقود وهي اللي فضلت معايا في البيت بعد اخواتها كلهم ما اتجوزوا. ايه ربنا يرزقها كمان هي رخرة بابن الحلال وابقى استريحت منها وعملت كل اللي عليا. ان شاء الله هتجوزها وتشيل ولادها وولاد ولادها وولاد ولاد ولادها. ايه يا صفاء، ده انا ساعتها هيحطوني في متحف ويخلي السياح تتفرج عليا بشلن. ايه ده؟ هاتلي ملف وزنات مخزن الخرده. يا سلام، انت بقالك معايا 10 سنين وانا قبل منك هنا في الشركه دي ب20 سنه، بس ما كانتش كده، ما كانتش بنا ومكاتب كده زي ما انت شايفه. دي كانت كشك خشب وقاعد فيها انا والحاج عبد الفضيل، وانا عليا كل حاجه، اقبض العمال واجيب المونه، كل حاجه، حتى لما كان يجيله ضيوف اعمل له القهوه والشاي. ما عشان كده بابا مكانتك في الشركه ما تقلش عن مكانه الحاج عبد الفضيل. لما بقت حيطان الشركه دي ومكاتبها كانها حته من جسمي. خدي راجع مستندات الاضافه دي بتاعت حديد تسليح. انا يوم الاجازه ببقى عماله الف في البيت زي اللي راكبني عفريت. بيبقى اليوم طويل ومش عارفه اعمل فيه ايه، بحس اني زهقانه وعايزاه يفوت. ده انا لولا الشغل وشغلي معاك انت بالذات كنت طقيت. بعد الشر عليك من الطققان. حقيقي يا بابا عبده، انت بتخلي للشغل طعم ومعنى تاني، بتخلي الواحد يحس ان الشغل ده حته من كيانه حياته كلها. انا نشأت وتربيت على كده، خدتها من اول السلم، اشتغلت وانا سني 15 سنه وما افتكرش خدت يوم اجازه غير ايام الجمعه والاعياد والعطلات الرسميه. متهيألي يوم ما بطل شغل يوم ما تبقى حياتي انتهت. ايوه الو، ايوه بابا عبده موجود. مين؟ عفاف؟ بتتكلمي منين يا حبيبتي؟ من الشغل؟ خير. ايه؟ عاوزه تعملي صينيه كنافه؟ طب ما تعملي يا حبيبتي. ايه؟ مش عارفه بيشتروا الكنافه النايه منين؟ من عند الجزار. بقى مش عارفه بيشتروا الكنافه النايه منين يا انسه؟ اسمعي، في واحد اسمه بيومي ورا البيت بتاعنا، روحي له وقولوا له بأمارة بابا عبده ما فات عليك من شهر، بيسلم عليك وبيقول لك، ولا اقول لك ما تروحيش انت ولا تيجي. انا بعد ما اخرج من الشغل هجيب لك الكنافه واعملها لك كمان. لا معلش يا ستي، انت عروستنا النهارده. نعم اتفضلي يا ستي. بوستي كمان واحده؟ اتفضلي يا ستي. خلاص مع السلامه يا حبيبتي. مش عارفه بيشتروا الكنافه النيه منين. ما انت اللي معودهم تعمل لهم كل حاجه. ايوه كل حاجه، لما قطم وسط في تربيتهم.
لكن بقى اللي مريحني ومطمني ان عديتهم بر الامان من غير ما يحسوا في يوم من الايام انهم محتاجين حاجه. من يوم امهم ما ماتت من 20 سنه اشتغلت لهم غساله وطباخه لحد ما بقيت اتحدى اي ست في شغل البيت. لو الولاد يحب ابوهم وامهم قد حب الاتنين ليهم كانت الدنيا بقت غير الدنيا والاخلاق غير الاخلاق. هايله يا بنت يا صفاء. شغلك النهارده بقى ما يخرش الميه. قولي لي بقى يا ستي، ها هتيجي حفله اختك عفاف ولا هتطنشي؟ ونقدر يا بابا. ايه مش هعمل لنا عشاء كويس ولا هتضحك علينا بحته جاتوه وشويه شاي؟ انا عامل لكل واحد هيجي الحاجه اللي بيحبها، واعمل لك انت بقى بالذات صينيتين جلاش كده، هو واحده هتاكليها هناك وواحده قصاد خدمه هتعمليها لي. يعني مش هتكرمني لوجه الله. اصله مشوار ما اعرفش اسلك انا فيه. البوتيك اللي على اول الشارع عرض فستان في الباترينا كاتب عليه 60 جنيه بس على عفاف هيبقى يجنن. 60 جنيه يعني مش معقول. فقلت بقى انت اللي تعرفي تفصلي بصفتك يعني غاويه رزاله. اسمها رزاله برضو؟ لا انا مش قصدي اشتمك، لا انا قصدي بتوع الحاجات المستورده دي دايما يبيعوا الحاجه بثلاث اربع اضعاف ثمنها، ودول يعني عاوزين منك يعني شويه رزاله. اسمها الشطاره مش رزاله. خلاص يا ستي بشطارتك انت بقى تجيبي لي فستان ابو 60 جنيه ده ب 6 جنيه. بايه؟ بلاش، هتقولي بايه وما بايش. اتفضلي 20 جنيه هم، بس ما ترجعيش الا وفستان معاكي. ده لولا عشان خاطر عيون عفاف كنت خليتك تقعد تتحايل عليا شويه. يلا يا سلام. امتى ربنا يعدلها لك يا صفاء وتخرجي من الأم اللي انت حابسه نفسك فيه ده؟ ايه؟ هي بوابة من غير بواب؟ أنا عايز الدكتور. نقول له مين؟ ما هو عارفني، أنا عايز أعملها له مفاجأة. مفيش دخول من غير استئذان. يا ابني ده أنا حاجة تانية، ده أنا مربي الدكتور على كتافي، ده أنا زميل والده. طيب لو سمحت خليك هنا. لا يا دكاترة، اللي حصل النهارده ما يحصلش في مستشفى أنا مديرها، ما يحصلش وأنا قاعد على الكرسي ده، مفهوم؟ في واحد بره بيقول انه زميل والد حضرتك، مش عايز يقول اسمه، عاوز يعملها لك مفاجأة. ماجد حبيبي، فاكرني؟ ده أنا عمك يوسف. ده أنت ياما ركبت كتافي. ما شاء الله ما شاء الله، عبد الحميد عرف يربي صحيح. مش عايز أعطلك. ما أنت عارف أنا تعينت مع أبوك يوم بيوم، لكن أنا أكبر منه بسنتين، وعلشان كده طلعت على المعاش قبله، ودورت على ما لقيت شغلة في مكتب محامي، بس مش مستريح يا ابني. بابا عبده قال لي مش هيريحك إلا الدكتور. أحلفك يا ماجد يا ابني، وحياة السنين اللي كتافي شالتك فيها، تشوف لي شغلانة عندك في أي حاجة، في المستشفى، في العيادة، منها تبقى وظيفة وعلاج. ما هو عمك يوسف خلاص طيب يبقى فوت عليا في العيادة في أي وقت، اتفضل. تعال تعال. ايه ده يا حاج؟ ايه؟ المكتب ده هتأجروه مفروش ولا ايه؟ فين الموظفين؟ اهلا يا حاج. ثانية واحدة ونازل لحضرتك حالا. ايه الحكاية؟ ايه اللي مشعلقك كده يا عبد الحميد؟ بجيب لحضرتك الأوراق اللي حضرتك طالبها مننا. طيب خبر. كويس. الله ايه ده يا فندي ده؟ دوسين ثلاثة مش عارف تشيلهم؟ أنا آسف اسف. بس مفيش داعي يعني للزعيق ده كله. إيه يعني شوية تراب نزلوا عليك؟ ثم ده تراب نضيف جاي من الأرفف مش جاي من الشارع. الحمد لله اللي ما نزلش حاجة على الحاج عبد الفضيل. الافندي ده لازم يتربى وانا اللي هعرف اربيك. لا ده بقى أنت اللي عاوز تتربى ومش أنت بس، أنت واللي يشدد لك كمان. ايه الحكاية؟ مش تطول بالك يا عبد الحميد بس لما تعرف مين ده؟ هيكون مين الموظف اللي طلبناه من حضرتك؟ وهيكون برضه اهبل ومتنيل على عينه زي اللي قبله. اسمع الشركه هنا ما فيهاش دلع بتاعت الحاج عبد الفضيل. الشركه هنا في شغل، تشتغل اهلا وسهلا، ما تشتغلش تروح على بيتكم وفي 60 داهيه ومع الف سلامه وتورينا عرض كتافك. انا مش هستحمل اكتر من كده يا عبد الفضيل. اسمه الحاج عبد الفضيل مش عبد الفضيل يا قليل حبيبي. الادب. اسمي عبد الفضيل. انت لسانك اللي زي الفرقله ده سايبه كده هوت على طول، واخد في وشك كده زي الطرماي اللي سواقه نام. مش تستنى يا اخي الباش مهندس رفعت اخويا اللي كان في اوروبا وغاب مده طويله وبعدين رجع خلاص هيمسك الشركه بدالي. يا خبر اسود ومطين ومهبب بهباب ما طين.
خبر اسود ومهبب ومهبب باب مطاين ان انا همسك الشركه؟ لا يا فندم، انا ما اقصدش حضرتك، انا اقصد يعني خبر اسود ومهبب اللي انا غلطت في حضرتك، ثم يعني الحق بقى يعني ما مش عليا الحق على حضرتك، يعني اصل حضرتك اتغيرت خالص. طب مش تنبهني يا حاج، تزغدني تفوقني تديني لوكاميتين تصحيني انت من النوم؟ هنا انت هنا. قسم ايه ده من فضلك؟ قسم حسابات المخازن والمراجعه يا فندم، اللي شغال فيه انا والسيده صفاء زميلتي يا فندم. ايوه يا فندم، اكيد على لسانك الكلمه اللي عاوز تقولها. قسم مهمه زي ده ما يصحش يكون فيه اتنين، عاوز ازيد. هو الحقيقه الحاج كان هيجيب لنا موظفه تانية او موظف تاني، لكن اهو البركه في سيادتك بقى تجيب لنا قد 10 12 18. بالعكس، انا شايف 2 موظفين كتير قوي على القسم ده. فين الموظفه التانية من فضلك؟ موجوده يا فندم، بس هي راحت مكتب اسمه ايه؟ ايوه خضير ينده لها. لا لا لا، مفيش داعي يا حاج، اصل خضر اليومين دول صحته تعبانه وما بيشوفش كمان، ويمكن هي في حته كمان يعني ما حدش يقدر ينده لها منها. وازاي يا فندم تسيب مكتبها الوقت ده كله من غير سبب؟ أيوة. الدقيقه لها اجر ولازم يكون قصادها عمل. راحت فين لو سمحت؟ بس اكيد يعني حضرتك اتغيرت خالص. راحت فين لو سمحت؟ جميل، رائع. ايه هو اللي جميل ورائع؟ جميل ان حضرتك تسالني، ورائع اني ارد على حضرتك. اصل حضرتك مش واخد بالك، من 25 سنه وانا بلعب في دوره هلسنكي كنت وينج يمين. انت هتحكي لي حكايه. واحنا بنشكر النهارده رجال الامن ورجال الملعب على حسن النظام، والجو جميل النهارده والحمد لله، والشمس طالعه والنطره بتنطر والحمد لله. ايه الحكايه يا فضيل؟ وانا في المجر من 25 سنه كان بيلعب معايا ابو حباجه، اداني الكوره، جريت بالكوره ضربتها ودخلتها جون، الملعب كله اتلهلب، زمايلي كلهم جم علشان يهنوني، راحوا نازلين فيا ضرب لاني دخلت الكوره في الجون بتاعنا. احنا بنلعب دلوقتي في الوقت الضايع. لا لا لا، ده انت فيوزات مخك ضربه النهارده يا عبد الحميد. اعمل ايه بقى، اصل مفيش فايده بصراحه. اصل النهارده عيد ميلاد عفاف بنتي وبعتها علشان تشتري فستان ليها، وانت عارف سيادتك ان الستات هي اللي بتعرف تفاصل في محلات الحاجات المستورده دي. وكل سنه وانتم طيبين وهابي بيرث داي تو يو. الله، انتوا جايين هنا تشتغلوا ولا تشتروا هدايا؟ معلش سماح بقى النوبه. يا عبد الحميد خد. ايه دول يا حاج؟ دول ال 40 جنيه اللي لقيتهم في جيبي. ربنا يخليك لينا هديه يا حاج. العفاف. ربنا يخليك لينا يا حاج. لا بعد اذنك يا حاج، من النهارده مفيش هدايا، تكتب بيهم وسط سلفه لو سمحت، والانسه يتخصم لها اجر يوم. اما بتوع الحاجات المستورده دول عليهم شويه اماسك. كنت فين يا انسه؟ لا مؤاخذه يا حاج، ما خدتش بالي. كنت فين يا انسه؟ مين الاستاذ؟ ده اخو الحاج اللي كان في بلاد بره وهيبقى دلوقتي مدير عام الشركه. مدير عام. كنت بجيب كشوفات الجرد من قسم المراجعه. انت كدابه. كدابه؟ ايوه كدابه، عشان انا قلت لهم الحقيقه. ما دام كده بقى اظن ما فيش مانع البهوات يشوفوا الهديه.